ربنا أنعم على مصر بإمكانيات ونعم عظيمة زي نهر النيل والسحاري الواسعة، وإزاي المصري القديم قدر يستخدم الحاجات دي في صالحه في الزراعة والصناعة والتجارة. الحياة الاقتصادية هي مجموعة الأنشطة البشرية اللي كان بيمارسها المصري القديم، يعني باختصار كان بيعمل إيه بشكل يومي وبيشتغل إيه. أولا الزراعة، اهتموا بالزراعة وحاولوا يستفادوا من مياه النيل قدر الإمكان، فعملوا قنوات وترع وجسور، وعملوا سدود عشان يوفروا المية ويخزنوها. المصريين قسموا السنة الزراعية ل3 فصول. أول فصل هو الفيضان، ده اللي بيتسقي فيه التربة وبيبدأ من نص شهر 6 لحد نص شهر 10. الفصل التاني هو البذر، بيتم وضع البذور في الأرض وبيبدأ من نص 10 لحد نص 2. تالت فصل هو حصاد المحاصيل، وده بيبدأ من نص 2 لنص 6، ولو شرحته أكتر من كده يبقى مسبتش حاجة لحمادة هلال. زرعوا 4 محاصيل. أول حاجة الحبوب كانت قمح وشعير، تاني حاجة الخضار كان توم وبصل، تالت حاجة البقوليات وكانت حمص وعدس، رابع حاجة الفاكهة وكانت عنب وبلح. كانوا بيستخدموا أدوات وآلات زراعية زي الفاس بنقلب بيه التربة، والشادوف بنرفع بيه المية عشان نسقي الأراضي المرتفعة. المصريين القدماء كانوا شاطرين جدا وعملوا 8 صناعات. شوية خشب حولتهم لترابيزة، ده معنى الصناعة، إن أنا بحول المادة الخام اللي هم شوية الخشب لشكل تاني خالص اللي هو الترابيزة. أول حاجة الحجرية، وكانت من أقدم الصناعات اللي عملوها زي الأسلحة والأدوات والأوعية. تاني حاجة الفخارية، وأبدعوا في صناعة الأواني الفخارية اللي نقشوا عليها رسوم ومناظر جميلة. تالت حاجة الصناعات الزجاجية، وكانوا من أول الشعوب اللي صنعت الزجاج من رمال السحاري. رابع حاجة الصناعات المعدنية زي الأواني والحلي والزينة والأسلحة والأباريق والمرايا. خامس حاجة الصناعات الخشبية زي الأبواب والصناديق والتوابيت والأثاث والمقاعد، واعتمدوا على الأخشاب المستوردة من بلاد النوبة وبونت وفينيقيا. 6 المنسوجات، كانوا بيصنعوا الملابس بتاعتهم من الكتان، وكانت المرأة بتقوم بعملية الغزل والنسيج مستخدمة الأنوال اليدوية. 7 الصناعات الجلدية، قاموا بدبغ الجلود وصبغها وعملوا منها أغطية للمقاعد والوسائد والنعال والسيور. 8 صناعات البردي من عمرك، بيقولك النبات ده كان مهم جدا عند المصريين لأن هم استخدموه في صناعة الورق والسلال والحصير والحبال والقوارب. التجارة، في البداية عرفوا نظام المقايضة، أبدل حاجة قصاد حاجة، بعدين اتطوروا شوية بقى فيه عقود بيع وشراء، آخر حاجة وصلولها كانت السجلات والإيصالات. التجارة نوعين، داخلية اللي هي بتتم عن طريق نهر النيل، بيتبادلوا فيها البضائع بينهم وبين بعضهم في القرى والمدن الرئيسية. خارجية كان بيتم فيها البيع والشراء بين مصر والدول الأخرى. مصر كانت عاملة علاقات حلوة قوي مع بلاد فينيقيا وبونت عشان كانت بتستورد منهم الأخشاب والبخور والجلود والعاج عن طريق السفن اللي كانت بتبحر بين البحرين الأحمر والمتوسط. وأخيرا نقل البضائع، كان في طرق مائية باستخدام القوارب مصنوعة من سيقان البردي، وفي طرق برية باستخدام الدواب زي الخيول.